الإعلامي الجزائري الذي أهان المغاربة ملكا وشعبا هيس بريس، ورأيناه في جريدة الناقوس، وهدد رياض في برنامجه مرآتك الذي بثه أخيرا على القناة بالكشف عما اسمها حقائق ما يحدث في بلاط الخزن وفق تعبيره، والتي قال إنها ستصدم المغاربة، مضيفا أن قناته ستنهج سياسة الكلام قليل والفعل كثير، وبأنها سترد بقوة على قرصناء موقع. إلى ذلك واسترسل رياض تلميحاته المسيئة للمغاربة هناك إذن منهم ضد الإفراج عن سجين إسباني إلى غير ذلك، وزاد لا يضيع حق ولا طالب يعني. وتبارى له شاعر الملك في رد في موقع حزب تيزيمي بريس. نعم، هذا هو الرد الذي ردينا عليه، ردا على إساءة الإعلام الجزائري الذي أهان المغاربة ملكا وشعبا. تيزيمي بريس أوردت النبأ جريدة الناقوس الإلكترونية، حيث بلغت بأحد الإعلاميين الجزائريين يدعى سامي رياض وقحته التطاول على الشعب المغربي الفاضل وعلاقته الوطيدة مع ملكه المحبوب والمشهود نعم بحسن الخلق، مشهود له بحسن الخلق والتواضع وحب الخير ليس فقط لشعبه بل لكل الشعوب إلا من أبى، والنصح لقادة العالم إلا من عرف. ملك أرى فيه امتثالا لآية كريمة في القرآن الكريم في معاملته مع من يؤذيه ممن يجهل مكانة الملك عند الله وعند الخلق، فإذا أحب الله عبدا أمر جبرائيل فينادي بذلك فيجعل له الود في القلوب، مصداق لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، أعود للكلام عن تطبيق قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولهذا كفاه الله المستهزئين. ولقد تحدث المؤذي عن تقبيل يد الملك. أولا الملك الملك الله تعالى هو الذي الملك هو الله هو الذي أتاه الملك وهو الذي أعزه، والملك له صفات وميزات إلهية، منها الهيبة ومنها الدرجة التي رفعه الله إليها، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال من أهان السلطان أهانه الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وإن هذا الحديث لكاف ليقنع الرعية بطاعة الراعي، لأنه هو ظل الله في الأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه لكاف كذلك ليبين لهذا الذي يهين السلطان بأنه مهان من لدن الله تعالى بسبب إهانته للسلطان. أما تقبيل اليد فهو إظهار للطاعة، والذي يقترب من الملك يشعر بهبة وقداسة ربانية يختص بها الملك، وذلك من أسرار من أتاه الملك والإنحناء أمامه انحناء احترام، وهو مقر لله تعالى بالربوبية، لا تفوته صلاة ولا يستنكف عن عبادة الله تعالى، بل تضرعه لله تعالى هو الذي يعصمه من أذاكم أو أذائكم، فهو يدع آذاكم، لكن الله تعالى كافيه شر وكيد الخائنين. والشعب المغربي يدرك أن أهداف بعض الإعلام الجزائري المغرض الباغض الذي له أجندات تخدم أعداء وحدته الترابية واستقراره وازدهاره اللذان ينعمان بهما تحت إمارة أمير المؤمنين له أهداف خبيثة. لكم أهداف خبيثة في الدخول بين الملك والشعب، محاولة فصل، منها محاولة زرع الشقاق والخلاف بين الشعب والعرش، لكن هيهات أن تؤثر ادعاءاتكم المشينة على لحمة الملك والشعب يدرك أنها هي سر إحباط محاولتكم المستمرة في زرع الفتنة في المغرب لزعزعة استقراره وأمنه. وإنما يقوم به إعلامكم ما هو إلا نزغون من عمل الشيطان. علينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن الشعب الجزائري لا يعلم أنكم كاذبون وأنكم ضالون عما أمر الله ورسوله تعالى به، فإذا توليتم في الأرض فلا تسعوا فيها فسادا. ونعم
ولكن مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وبين الشعبين الجزائري الجارين حتى يتمكن من التعاون والتزاور والتشاور، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. فشعوبنا يربطها الإسلام وتربطها الجوار، ولهذا يجب علينا أن لا ننزغ ولا نفرق ونعمل ما يجعلنا نتآخى ونتآزر فيما بيننا، لأنه لا فرق بين جزائري ومغربي، وإن أهدافكم المشينة هي التي تجعلكم تقولون ما ليس لكم بعلم. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. هو الوحدة، هو رمز الوحدة، وهو رمز الاستقرار ديالنا. الله ينصرو ويزيد في عمره ويطول عمره وينصر الشعب المغربي على كل من عاداه، والصحراء مغربية دائما، ونحن ماشي مستعمرين الصحراء كما تقولون، هي استرجعناها من يد مستعمر. باركوا لنا استرجاعها فإنها لنا رغما عن كل كيد.